الفنان مجدي وهبة ملك الدراما اللي راح مننا اتولد في 20 سبتمبر سنة 1944 في محافظة بني سويف. ولادته كانت في عزبة اسمها عزبة وهبة، تخيلوا يعني العزبة كلها باسم عيلته. بعد ما خلص المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1967 مجدي وهبة كان فاكر ان هو هيسافر بره مصر وهيشتغل مدرس، بس النصيب كان ليه طريق تاني خالص. المخرج نور الدمرداش اكتشفه واختاروا بطل مسلسل البقية تأتي، وبعدها الدنيا اتفتحت قدامه. مجدي وهبة عمل في اكتر من 70 فيلم، من ضمنهم افلام كلاسيكية زي كلمة شرف وصرصرة فوق النيل، وكان قريب جدا من كبار النجوم زي احمد زكي ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف وعادل امام. بنته منال حكت قصص كتير جدا عن صداقتهم، زي ان محمود عبد العزيز كان بيجي ياكل البصاره في بيتهم. مجدي وهبة كان بيحب مصر جدا، وكان بيحلم يشتغل عمل فني يتكلم عن الامهات، وكان اهلاوي متعصب لدرجه ان هو كان بيتخانق مع المخرج نور الدمرداش اللي كان زملكاوي. للاسف مجدي وهبة اتعرض لكتير جدا من الشائعات والظلم، منها قضية المخدرات اللي اتبرأ منها فيما بعد. بنته قالت ان ده كان سبب في تعبه النفسي. في 4 فبراير سنة 1990 مجدي وهبة سافر الغردقة وحصل له أزمة قلبية مفاجئة ومات. وفاته كانت صدمة كبيرة لجمهوره وأصحابه. عادل إمام قال لبنته منال كلام مؤثر جدا عن مجدي وهبة، وقال إن هو ندم على آخر فيلم عمله معاه لما عادل إمام قال له انت ميت ميت يا خيري. كمان رشدي أباظة كان ليه فضل كبير على مجدي وهبة وساعده في بداية مشواره الفني. مجدي وهبة كان فنان موهوب وساب وراه تراث فني كبير جدا، وهنفتكره دايما بأدواره الرائعة وروحه الطيبة. وكمان بنته منال حكت موقف غريب جدا حصل مع والدها. قالت ان هو اشترى سيارة لنقل الموتى علشان تخدم الحي اللي هم ساكنين فيه، فكان اول واحد يتم نقله بالسيارة او بالعربية الاسعاف دي كان والدها